قصة سيدنا إدريس عليه السلام النبي الذي رفع إلى السماء. قبل أن نبدأ القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو وكتابة تعليقكم في الأسفل، فهذا يسعدنا ويحفزنا على تقديم المزيد. ملاحظة: الصور في الفيديو للتوضيح فقط. نسبه ومكانته: سيدنا إدريس عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله، ويعتقد أنه هو أخنوخ المذكور في كتب أهل الكتاب، وهذا مما لا نثبت صحته ولا ننكره إلا بدليل، وهو من نسل شيث بن آدم عليه السلام، أي من أحفاد أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام. تميز إدريس عليه السلام بالحكمة والعلم، حتى قيل إنه أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب ولبسها، وكان يعرف شيئا من علم الفلك والحساب، ويعلم الناس أمور دينهم ودنياهم. ذكره في القرآن الكريم: ورد اسم إدريس عليه السلام في القرآن الكريم في موضعين يشهدان على نبوته وعلو منزلته. 1. في سورة مريم: واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. 56. ورفعناه مكانا عليا. 57. 2. في سورة الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. 85. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. 86. صفاته وأعماله: كان إدريس عليه السلام صديقا نبيا كثير الصدق قوي الإيمان، يدعو إلى عبادة الله وحده، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي زمن كثر فيه الظلم والفساد لم يتراجع عن دعوته، بل صبر وثابر وبلغ رسالة الله بكل أمانة. وقد ورد أنه من أوائل من استخدم القلم، وأسس بعض أسس العلم والمعرفة بإذن الله. الرفع إلى السماء: قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. وقد فسر العلماء هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى رفع إدريس عليه السلام إلى السماء مكانا عظيما. وجاء في حديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج: ثم عرج بي إلى السماء الرابعة، فإذا أنا برجل فقيل هذا إدريس، فرحب ودعا لي. رواه مسلم. وفاته لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة تفصيل كيفية وفاة سيدنا إدريس عليه السلام، وقد اختلف العلماء، فمنهم من قال إن الله رفعه حيا، ومنهم من قال إنه توفي في السماء، لكن المؤكد أنه له منزلة عظيمة عند الله كما دلت عليه النصوص الشرعية. خاتمة: كان سيدنا إدريس عليه السلام نبيا صديقا مثالا في الصبر والحكمة، وقدوة في العلم والعمل، وقصته تذكرنا بأهمية الثبات على الحق والعمل الصالح والتعلم النافع. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. نلقاكم في قصة جديدة بإذن الله.